مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
سابقا في الأب الروحي. لما ابويا حطني زمان في المكان ده عشان اراعي شؤون العيله ما كنتش اكبر اخواتي، بس هو كان شايف ان انا بس اللي انفع في المكان ده. ستك حلمت بيك من قبل ما تشوفك، حلمت ان انت بتغير كفر الخير لكفر العطارين وبتلم الخير من البلد توزعه على كل محتاج. ستك قالتها لي يا زين، قالت لي عيل من عيالك يا صالح لما جيت للدنيا قلت هو ده زين، وسميتك زين عشان تبقى زينة اخواتك وكبرهم وراجلهم. الأيام عدت بسرعة أوي يا زين، كل الحاجات الصعبه اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت. عديناها عشان كنا دايما في ظهر بعض. أبويا سليم أنت عارف قبل ما يموت قال لي أنت كبير العيلة، والعيلة غرقانة لشوشتها في الدين ولازم نسد الدين. زين العطار فنى عمره على العيلة دي، واللي عمله ليها ما يتنسيش. من بكرة العمودية خلاص بقت لصبري، ده أقل حاجة ممكن تدفعها لأخوي، مكان كل خطوة كان ممكن يمشيها وأنت حرمته منيها. انت طبعا عارف جزاء الخيانه ايه، بس اللي منعني عنك اللي ابوك عمله معايا. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ هربانين من ايه؟ ما هربانينش، احنا جايين نشتغلوا. تفهمنا يا رايق مين الراجل ده؟ الراجل ده السيد الصايغ، بلطجي المنطقة. انت سيدي العاقلين يا صايغ، خلاص العيال غلطت والسماح مطلوب. انا وافقت ان انتوا تقعدوا هنا لما عباس قال لي ان انتوا عيال غلابه وجايين تدوروا على شغل. الخطر اللي في الشغلانة دي ايه؟ الخيانه. أعوذ بالله يا معلم سيد. بصراحه ربنا انتوا في العمليه الاخيره مخمختوني، طلعتوا رجاله بصحيح. كله بتوجيهاتك يا معلم. بدعي عليه ليل نهار ربنا يحرق قلبه زي ما حرق لي قلبي على ابويا. اكبر واتعلم عشان تعرف تاخد حقك من اللي ابوك زين حرمك منه سنين ورماك زي الكلب قبل حتى ما تتولد. انا طنطك هناء ام يحيى اخوكي يا عينيا، وكنت في يوم من الايام مرات ابوكي، بس مرات الاولى. 65 418. ايه ده ان شاء الله؟ رقم تليفوني. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هناء. اسم جميل هناء. انت ايه حكايتك مع البت هناء بنت الراجل دي؟ عايز اتجوز هناء يا سليم. ما تخلينيش اعيش معاك في خوف وقلق زي ما كنت عايشه مع ابويا. نفذ وعدك يا زين. اللي عاوزه ربك هيكون. انت فاكر ان احنا قاعدين هنا علشان نحمي حتتين السلاح دول؟ احنا قاعدين عشان نحمي حاجة اكبر مني ومنك ومن زين العطار. امانتكم في الحفظ والصون. قبل ما تطمني على الامانه طمني على الولاد الاول. العيال بخير وامانتكم دين في رقبتنا. جاي تقتلني أنا يا عمار؟ أنت تعرفني؟ روح يا ابني. ازيك يا صبري؟ الغيبة طولت شوية أنا عارف، هي الدنيا كده تحب تبعد القرايبين، بتجرينا طول عمرنا واحنا فاكرين إن احنا اللي سايقين، لكن الحقيقة إن هي اللي سايقانا. تاخد الصاحب من صاحبه والأخ من أخوه والابن من أمه. وحشني والله يا صبري، زعلان على كل يوم بيعدي وأنا بعيد عنكم، عشان عارف إن عمره ما هيتعوض. عرفت إنك اتجوزت، اوعاك لما تخلف تسمي صالح، عشان أنا عايز أسمي ابني على اسم أبوي. والله فرحت لك قوي يا أخوي. أخبار أمك إيه؟ خلي بالك منها يا صبري، قول لها تدعيلي وعرفها إني ماشي بدعوتها ورضاها عني. أمك غلبانة وظهرها مكسور. أنا عارف إنك مش محتاج وصية، ملكش بركة إلا هي يا صبري. خلي بالك من إخواتك، ادعيلي يا أخوي وخليك جنب إخواتك وشيلهم. وبوس لي الواد شريف وكل الحبايب، ربنا يقرب البعيد. أشوفكم على خير. أخوك زين. احنا هنبطل شغل مع نشأة الفخراني. إيه الكلام ده يا معلم؟ ده هو اللي مشغلنا. جريات انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ لا العفو يا معلمي، ما اقصدش. احنا خلاص جايلنا عرض كبير، هنشتغل مع عادل الجبري، وده اللي فوق نشأة الفخراني. بعدين اديت الناس كلمة وقريت فاتحة خلاص. دي فتحة على الغدر يا معلم سيد. الغدر ان انت تغدر ضد نفسك، ما تكونش في مصلحة نفسك. وبعدين انت فاكرني يا زين انا جاي اشاوركم واخد رأيكم ولا ايه؟ انا بس الفترة اللي جاية دي قلقان لا يحصل عوق ولا حاجة. عايز اشوف الرجالة بتاعتي واقفة في ظهري ولا لا. احنا في ظهرك يا معلم. يبقى خلاص على البركة.
اسمعوني كويس. الكلام اللي هقوله ده لو طلع برانا ممكن تطير فيه رقاب. اخلص وهات من الاخر. خير. معايا مرسال من نشأت بيه الفخراني. ويعوز مننا ايه نشأت بيه الفخراني عشان يبعت لنا مرسال؟ كتير، هيعوز كتير وكله بتمن. انا شامم ريحه خيانه نشأت بيها الفخراني، وانا وانت بالذات يبقى الكلام رايح في حته وحشه يا زين. عاوز مننا ايه نشأت بيه الفخراني؟ المرسال ما يعرفش حاجه غير رسالته. اديكوا هتقعدوا معاه وتعرفوا، بس لو رضاكوا ترضوني معاكوا. انتوا برضو حته من قلبي. قول له يحدد المكان والزمان واحنا هنيجي. طيب حضرتك عارف معنى الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ مالوش اكتر من معنى، انتوا هتبقوا رجالتي. بس ده تمر دم كتير قوي. ما دام الدم مش دمك انت في امان. سيد الصايغ ده يبقى حمايه. سيد ده ما ينفعش نتكلم عليه كتير. انا هبعتك عند واحد شغال معايا اسمه سلامه، تخلي بالكم من القلق هناك لغايه ما الدنيا تهدى كده شويه هنا، وهجيبكم معايا في القصر وتشتغلوا معايا كل حاجه. قلتوا ايه؟ وعمل ايه ده كله؟ بص يا زين، انا دفعت كتير قوي عشان اسمي يبقى كده في البلد وفي تجاره السلاح. ما ينفعش واحد يفكر يعاديني او يشغل دماغه عليا او يقل مني. انا بشوف الناس كويس قوي وشايف قدامي اتنين بيفهموا ويعرفوا يقدروا الفرصه اللي انا بديها لهم النهارده. انا هديلكم مفتاح الدنيا دي كلها وانتوا تستاهلوه. انا بقدر اعرف مين يستاهل يكون تحت اسمي. ازيك يا بابي؟ عامل ايه؟ حبيبتي انا تقريبا دخلت في وسط اجتماع شغل. لا سلمي على الاستاذ سليم العطار والاستاذ زين العطار. فرصه سعيده. انا اسف. اسيبكم انا بقى. قلت ايه في اللي انا قلته لكم دلوقتي؟ هنفكره. ما نفكروش، احنا معاك انا شبيه. بس انا ما فهمش انت كيف وافقت على طلب نشأت بيها الفخراني ده يا زين؟ عشان هو ده الصح. بس انت قلت انك ما بتحبش الغدر. سيد هو اللي غدر، وبعدين هو نفسه قال الغدر انك تخالف مصلحتك، واحنا مصلحتنا مع نشأت. انت عارف ان انا معاك فايتها مصيبه يا زين، بس كده احنا بنلعب بالنار. خليك واثق فيا. تروح على وين دلوقتي؟ روح على الحاره. احنا لازم نمشي دلوقتي. نمشي ايه بس؟ ده انا عندي ليك حته خبر حلو قوي. خبر ايه؟ انا حامل يا زين. الدكتور قال لي ان شكلي هجيب ولد. بتقول ايه؟ بقول لك هجيب لك يحيى اللي نفسك فيه يا حبيبي. طب يلا احنا لازم نمشي دلوقتي. في ايه يا زين مالك؟ انت مش فرحان ليه؟ بدل ما تقولي خشي نامي على السرير وكل طلباتك مجابه. هبقى افهمك بعدين، بس لازم نتحرك دلوقتي. فهمني في ايه يا زين اللي بيحصل؟ يلا يا زين لازم نمشي، مفيش وقت. يلا يا هناء مفيش وقت، يلا نمشي حالا. انا مش هتحرك الا لما افهم في ايه بالظبط. لو قعدنا كده هنموت كلنا. يلا يا زين. احنا هنفضل هربانين كده ولا ايه يا زين؟ مكتوب يا سليم، نفضل هربانين لحد ما نوصل للي عاوزينه او نموت. يلا يا عباس. لا انا ما تعملوش حسابي معاكم في المشوار ده. انا حداد انا وفتحي. مش هننسى اللي عملته معانا يا رايق انت وفتحي. لقى نصيب وان شاء الله نتقابل على خير يا عباس. بقول لك انت وهو اي حد يشوفكم يسالكوا عني انتوا ما شفتونيش.
ولو ما شفناكش يبقى ساعتها اقروا الفاتحة عليا وخلوا بالكم من فتحي. لا هنشوفك يا رايق هنشوفك. بقول لك ايه، خلوا بالكم رجالة سيد لو عايشة مش هيسكتوا. يلا ما بحبش لحظات الفراق ولا فتحي. هنروح عند جدك سمير يالا. يا رب عجل بهلاكنا يا رب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، نورتونا. اهلا وسهلا. وناش قد ايه موصيني عليكم قوي. اتفضلوا جوه الدار، اتفضلوا. بس انا ما فهمتش ايه حكايه المكان دي يا زين؟ ده المكان اللي نشب بيخزن فيه السلاح. واضح ان الرجال دول بيساعدوه. واحنا بنعمل ايه هنا عاد؟ عايزنا نعمل ايه يا سليم؟ نرجع عشان نتقتل؟ احنا من ساعة ما سيبنا البلد احنا ما فيش مكان في الدنيا يساعنا. اقعد ساكت، خلينا نشوف ايه مستخبينا. هو في ايه لكل ده يا زين؟ انا بسأل سؤال عادي. وبعدين احنا من ساعة ما جينا وانت مش طايق لي كلمة، جرى ايه؟ حقك عليا يا سليم. بس كل ما افتكر بصة هناء ليا وابوها بيموت وافتكر اني بقيت اب ببقى انا اللي بموت. الواد ده هيكبر على كرهي، مش بعيد في يوم من الايام ما هيكبر ويقتلني. مش هي دي العيلة اللي كنت مستنيها. بكرة يكبر ويفهم يا زين. وبعدين انت اكيد مش هتسيبه، بس الدنيا تهدى هنروح نجيبه من عند هناء وتربيه انت بمعرفتك. اربيه بعيد عن امه؟ استحالة يا سليم اعمل كده. يحيى زين العطار هيكبر في حضن امه، اكيد في يوم من الايام هيفهم اللي انت بتقوله. بس هتفتكر ساعتها هيسامحني؟ عوقتوا كده ليه في الصحيان؟ معلش اليومين اللي فاتوا كانوا صعاب، كنا محتاجين نريحوا شوية. لا براحتك، الدار دارك، ريح زي ما انت عايز. تعال بينا بقى ايه ناكل لقمه مع بعضينا. بقول لك ايه، المكان ده ما فيهوش حاجة تتعمل بدل القعدة زي النساوين ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، انت بقالك يومين بس، امال لما تكمل شهر هتعمل ايه؟ تعال تعال اعرفكم على الرجال. بقول لك ايه يا سلامة، المكان ده ما فيهوش نسوان؟ سليم احنا جايين فيه ولا فيه؟ تعال اعرفكم على الرجال. سميح، بحر، صفوان. بقول لك يا سلام، عايزك في كلمتين. أؤمر. أمر الله. أمرني. أمر الله. هلا نشأ بيه بعتنا هنا ليه؟ تعرفلوش رقم أكلمه عليه؟ هو لما يعوز يوصل لك هيوصل لك، وطالما هو بعتك هنا يبقى أكيد في حاجة هتنفذها هنا. حاجة دي؟ لحد الوقت الله أعلم، أنا ما أعرفش، بس هيبان. أنت كأنك كده راجل مجدع، قول لي إيه حكايتكم وهربانين من إيه؟ هربانين من المكتوب. هربانين من المكتوب؟ مفيش حد يا ولد عمي بيهرب من المكتوب. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، هيصيبك هيصيبك. عارف بس بقاوح. دي فيها كوبايتين شاي من يد أخوك سلامة ونقعد نحكي مع بعض.
سليم؟ لا، الرجاله بتقول انه خرج الصبح بدري، تلاقيه يعمل مشوار ولا حاجه يا عم. سليم مش راجع. ما تخافش يا زين، يصير الحي تلاقي، ما تخافش. يا سلام. قوم تعالى معايا، عايزك قوم. أو زي ما بقول هنا. قوم بس، عايزك في موضوع مهم. قوم تعالى معايا، قوم. اللي شفناه ده أمانة، هيكون سر بيناتنا، هتفضل الأمانة في رقبينا لطول العمر، ودين في رقبة ولادنا من بعدينا. بس الأرض دي مش بتاعتنا يا زين. هتكون بتاعتنا. ناوي على إيه يا زين؟ فهمني. عارف أكتر حاجة بخاف منها وفي نفس الوقت بكرهها هي إيه؟ إيه يا زين؟ الخيانة. من أول ما وعيت على الدنيا وأنا بشوفها ونفسي ألاقي العداوة. أبويا خانوا رجالته وسيد خانوا اللي مشغلينه. الخيانة أسوأ حاجة ممكن تشوفها يا سلام. ولقيت دواء للخيانة دي؟ بحلم برجالة كتير أربيهم من هم في اللفة، أبقى أبوهم وهم أولادي. تبقى أبوهم وهم أولادك؟ هتجيبهم منين دول يا زين؟ مكان ده هيكون أرض أيتام كبيرة تربي فيهم العيال من كل حتة في الدنيا، تيجي ربنا فيهم وتيجي ربنا فينا لما يكبروا. يا مربي في غير ولدك، يا زارع في غير أرضك. مش هيعرفوا أب غيري. نيتك خير يا زين، وأنا بقلبي هحافظ على المكان ده لحد ما روحي تطلع للي خلقها. والأمانة والعيال. ما تقلقنيش يا زين، قول لي ناوي على إيه؟ هرجع مصر، شوف راسي من رجلي. الحمد لله على السلامة يا زين، نورت القصر. نورك أنا شبيه. كل الناس بتحكي عنك وعن شطارتك. قول لي عاوز ايه وانا اعمله لك. عاوز عيلة وقصر زي ده. هعمل لك كل اللي انت عاوزه وهعرفك على كل الناس، ومش هتبقى الراجل بتاعي بس، هتبقى الراجل التاني بعديا. والراجل التاني بقى الراجل الأول يا سليم. نشأت مات بعد فترة بسيطة من رجوع يا سليم، ساب لي حاجات كتير قوي باسمي، القصر والشركة، بس ساب لي أهم حاجة حصلت في دنيتي كلها. ساب لي جيهان، حب عمري. وحشتني أوي يا سليم، مفيش حاجة هنا من غيرك ليها أي طعم. قلقان عليك يا صاحبي، بس عارف إن عمر الشقي باقي، وانت طول عمرك أشقى واحد في عيلة العطار. عاوز تطمن على الشغل؟ طمن. بدأت شركة العطار للأدوات المنزلية، شغلانتنا اللي اشتغلناها أول ما جينا يا سليم، فاكر؟ والشغل التاني ماشي وبقينا أقوى. أخوك بقى واصل قوي يا سليم. نسيت أقول لك على حاجة كمان مهمة، بقى لينا ولاد كتير قوي، ده ايتام العطار. ولادي اللي ما خلفتهمش يا سليم كلهم بيحبوني وشايفين أبوهم. بناخد أي يتيم من أي حتة في الدنيا، نعلمهم نخليهم رجالة، ولما يكبروا نخيرهم يفضلوا يبقوا رجالتنا وولادنا، يا يسيبونا بس احنا مش هنسيبهم لحد ما نطمن عليهم وعلى عيالهم. من دلوقتي انتوا عيالي، ها؟ أي حد يزعلكم أو يدسلكوا على طرف تيجوا تقولوا لي طوالي، أنا من دلجيت أبوك وسلام. لساك بتسأل على الكفر؟ كلهم بخير. الدين سددته طبعا، وعبد حميد خلف من عيشة واد سموه فارس، صبري خلف عبد الله، زينب حامل في بنت عاوزة تسميها على اسم عيشة، وأنا بقى عندي زكريا يا سليم، زكريا زين العطار. الغيبة طويل الجو يا سليم، كتبت لك 50 جواب مش عارف ابعتهم على وين. انت وين يا واد عمي؟ طبعا
اتجوزت؟ وطلقت. وابنك؟ ابني مع مرتي رمياه ومشرداه وحكايه كبيره كده. سميته ايه؟ عمار. سميته عمار. عمار؟ بالعدل والجوة هنبني بيت العطارين. كل ما هننكسر والناس تفتكر ان القصة خلصت هنقف من تاني، وحكايتنا هيفضلوا يحكوا ويضحكوا عنها لحد آخر العمر. طريق العطارين لسه طويل.